السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن كانفا. في آخر الفيديو ده فيه مفاجأة مهمة جدا، مفاجأة هتعجبك. تابع معايا الفيديو لحد الآخر. محتويات كتير وفيديوهات كتير بتتكلم عن كانفا، هو يستحق يا صديقي فعلا ان انت تجربه. طيب ايه هو كانفا؟ لو انت ديزاينر، لو انت حد بيشتغل في السوشيال ميديا، لو انت حد عندك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي او بلاتفورم بشكل بيزنس او بشكل شخصي، فانت محتاج يكون عندك اكونت على كانفا. اقدر اعمل ايه بالاكونت على كانفا؟ اقدر اسجل ازاي؟ هنتكلم على كل ده في الفيديو ده. مبدئيا انا عندي هنا حساب لسه مسجل عليه، ما كملتش دقايق كنت بشوف حاجه، فهعمل ساين اوت عشان اوريك ازاي تقدر تدخل. اول ما بتدخل على كانفا انت بتدخل، مجرد ما نكتب في جوجل كانفا، تعالى كده من البدايه خالص، تكتب في جوجل كانفا فهو بيفتح معاك على الصفحه ديت. بتختار كانفا دوت كوم اللي هو اول واحد، فري ديزاين تولز. بيفتح معاك بالشكل دوت. هنا بيبقى عندك دخول او تسجيل، تقدر تقف على الاتنين. انا فاتح هنا المتصفح بتاعي طبعا من خلال الايميل، فانا لو دوست تسجيل هيقول لك انت تقدر تسجل بحساب الفيسبوك اللي انت فاتحه على المتصفح ده، او بجوجل، او بايميل انت تكتبه. فانا هختار بجوجل، فهيفتح معايا صفحة تانية وهيقول لي اختار الايميل اللي انت فاتح بيه المتصفح، اذا كان هو ده او ايميل تاني، او انت فاتح المتصفح بايميلين. فبختار الايميل بتاعي، فبالتالي بيعمل لوجن وبقدر ان انا اخش على الحساب بتاعي ويفتح معايا بالشكل ده. طبعا عشان انا مسجل قبل كده فهو ما جابليش التسجيل الدخيل الجديد، ما خدش وقت، انت ممكن ياخد معاك وقت. وهنا اول ما بتفتح بيجيب لك ان انت تقدر تشترك في كانفا برو، وتقدر كمان ان انت تضيف معاك حد في التيم بتاعك. وكانفا برو ده هيبقى النسخة المدفوعة، هنتكلم عنها وهنتكلم عن كل حاجة. اول ما بتفتح بيفتح معاك الاكونت او الحساب بالشكل دوت. تقدر هنا بتلاقي كرييت ديزاين ان انت تقدر تعمل تصميم. هنا بتلاقي ان انت تقدر تعمل تصميم وايت بورد، فيسبوك بوست بالمقاسات بتاعته. بيختلف حاجه هنا يا صديقي ركز فيها، ان هو بيجيب لك المقاسات بتاعت البلاتفورم بالظبط. فيسبوك كفر، الديزاينر او الناس العاديه لما بتيجي تحط صوره كفر على فيسبوك بيبقى في مشكله ان مقاساتها مش مظبوطه مع مقاس الكفر، فبتضطر ان الصوره تبقى اكبر او اصغر من مقاس الكفر. لا، انت هنا بتصمم صوره بالمقاسات المظبوطه. فيديو، انستجرام بوست، بورتريه، لوجو، تقدر تظبط. هو بيجيب لك كل المقاسات. غير في اوبشن تاني ان انت تقدر لو انت عندك صوره واخترت اديت فوتو، ان انت تقدر تعدل على الصوره ديت. هنتكلم عن كل ده. لو ضغطنا مثلا هنا على فيسبوك بوست، فانا بالشكل ده بقول له ان انا عايز اعمل تصميم يكون بمقاسات الفيسبوك بوست. هو بيفتح معايا صفحة تانية وبيجيب لي المقاس بتاع الفيسبوك بوست اللي هو مظبوط، وهو معمول له ابديت، وبيجيب لي الصفحة ديت. الصفحة دي هنا بيجيب لك اول حاجة التمبلت اللي انت بتقدر تختار بيها، او انت تقدر ان انت تكتب فيها اللي انت عايزه. مثلا لو انا هكتب هنا ترحيب، او عربي او انجليزي بتقدر ان انت تكتب عادي، او ويلكم. فانت هنا عندك بوستات بالشكل دوت. مثلا بص بقى، ركز هنا، في هنا علامة التاج، شايفه يا صديقي باللون الاصفر ومكتوب عنده برو، معناها ان الصور دي من التمبلت انت مش هتقدر تستخدمها غير لو انت مشترك في النسخة المدفوعة اللي هي النسخة برو. ما تقلقش، في اخر الفيديو انا سايب لك مفاجأة بخصوص النسخة المدفوعة. وعندك هنا التمبلت، لو انا بعمل ديزاين فانت تقدر تختار التمبلت دي. لو انت عايز تحط سهم، عايز تقدر ان انت تحط صورة، عايز تحط ايقونة الفيسبوك، ايقونة اي حاجة معينة، تمبلت بالاشكال دي كلها. عندك هنا الابلود، لو انت عايز ترفع صورة من ملفك من حسابك تحطها وتقدر تكتبها. هنا التكست. وهنا بص يا صديقي اللي بيحصل، جايب لك اشكال اصلا موجوده، بتقدر ان انت تعدل على الكلام نفسه بس بيبقى بنفس الشكل. وطبعا هنا التاج ده معناه ان دي النسخه المدفوعه من من حساب كانفا. وهنا البروجكتس اللي هي الحاجات اللي انت خلصتها قبل كده. وهنا عندك الابس، ان انت تقدر كمان ان انت تضيف الابس ده على يوتيوب، وتقدر تضيف جوجل درايف، تقدر تستخدم كل الابس اللي موجوده دي كلها. فالموضوع يعني فيسبوك وتويتر وانستجرام موضوع سهل جدا وجميل جدا وممتع جدا جدا جدا. تعالى هنا نرجع للصورة الأولانية. مثلا أنا حد بتاع صفحة ملابس وعايز أصمم تصميم لصورة أو لبوست ملابس هنزله، ده بوست. انت ممكن كمان تصمم لوجو زي ما قلنا. فأنا لو جيت وقفت مثلا هنا على دي، مبدئيا عشان تعمل حاجه صح يا صديقي، فانا بقول لك انت عندك هنا اضافه اسمها ان انت تضيف اكتر من صوره. يعني انا باخد هنا كل الصور اللي عجباني، الافكار اللي عجباني. هنا انا دوست على واحده عليها التاج، فهو هنا بيقول لي ان ده كانفا برو.
وهنا هو بيقول لك تقدر ان انت تدخل بياناتك وتدخل رقم الفيزا بتاعتك وتحصل على 30 يوم فور فري من كانفا برو. فانت المفروض ان انت بتختار الصور اللي ما فيهاش، ما عليهاش علامه التاج اللي انت بتقدر تستخدمها. جمع افكارك كويس، خد اكتر من صوره عشان تقدر تاخد منهم الحاجه اللي عاجباك، تقدر ان انت تحطها في تصميم يكون عاجبك وتصميم انت اللي عامله. ده تصميم بوست. انت تقدر كمان تعمل تصميم لوجو زي ما قلنا، تقدر تعمل اكتر من تصميم. بص بالشكل ده مثلا، انا بديك حاجه مثال صغير بالشكل ده مثلا. فانا جمعت اكتر من صورة، واقدر من خلال الصور اللي انا جمعتها اخد افكار واقدر اعدل على افكار. طيب اقدر اعدل على افكار ازاي؟ لو الصورة مش عجباني هنا، مجرد ما بقف عليها بدوس على ديليت فهي اتمسحت. طيب اقدر اعدل على افكار ازاي؟ نيجي مبدئيا، شايف الصورة البنت اللي جوه دي؟ انا اقدر اغيرها. لو جيت هنا عند ابلود، جيت مثلا حطيت دي مثلا مثال، فانا معايا صورة حد مثلا مصورها لحد لابس حاجة من منتج، اقدر ان انا احطها جوه هنا. طيب عايز اغير الخط ده مثلا واكتب اسم المحل وليكن اتش، تقدر تكتب عربي وانجليزي اتش تي يو. بص اتكتبت بنفس الفونت بنفس طريقة الكتابة اللي كانت مكتوبة بيها الكلمة. هل هتقدر تغيرها؟ اه تقدر تغيرها بكل سهولة. لو وقفت هنا بص انت بتغير عادي، تقدر تكبر الخط، تقدر تصغر الخط، تقدر ان انت تغير اللون بتاع الكتابة، تقدر ان انت تحطها في النص، تحطها على الشمال، تحطها على اليمين. يعني الموضوع كله بكل سهولة تقدر تتحكم فيه. طبعا نفس الكلام على كل الكلام. هنا ال40% دي تقدر تغيرها. عايز احط مثلا الفيسبوك بتاعي مكان هنا الموقع، عايز احط لينك الفيسبوك. لو جيت هنا عند الاليمنت وكتبت هنا فيسبوك، سوري فيسبوك، وعملت سيرش، فهو هنا بيجيب لك الايقونه بتاعت الفيسبوك. لو سحبتها هنا هتيجي معايا بالشكل ده. اقدر طبعا ان انا اصغرها واكبرها عشان احطها في الديزاين بتاعي. كده صورتها بالشكل ده، واقدر احطها هنا واحط مثلا لينك الفيسبوك. طب انا عايز احرك دي من هنا، لو هناكل ان www ده لينك الفيسبوك، فانا عادي خالص اقدر ان انا اشيله كده واحطه جنب الفيسبوك. اقدر بقى نفس الكلام على اليوتيوب، على تويتر، على نفس كل الداتا بتاعتي. اقدر اتحكم في الوان الخلفيه بتاعت الصوره كلها. لو وقفت هنا كده وغيرتها خليتها مثلا ابيض، فخليتها برتقاني، فانا اقدر اتحكم في اللون بتاع الباك جراوند بتاعي. اللون بتاع الاليمنت ده كده كله اقدر اتحكم فيه. كل اليمنت لوحده اقدر اتحكم فيه. في الديزاين كله تقدر تتحكم فيه. اقدر اتحكم في الصوره اللي محطوطه. نفس الكلام في الصوره اللي تحت. مثلا نيجي عند الصوره دي انا عايز اغير فيها، فانا واقف عليها بوك ناو دي، اقدر ان انا اغيرها، اكتبها بالعربي احجز. اقدر ان انا اغير هنا، اضيف مثلا اليمنت بتاعت الفيسبوك واتحكم في الحجم بتاعها. فالموضوع سهل جدا جدا وجميل جدا جدا جدا. نيجي بقى للمفاجاه اللي انا كنت عاملها لك، لازم تبدا تجرب فيه. ابدا بقى عيش وابدا يتعمل. المفاجاه اللي انا عاملها لك ان انت لو دخلت دلوقتي وكتبت لي الايميل بتاعك بعد ما بتسجل على موقع كانفا، وكتبت لي الايميل اللي انت مسجله فيه في كومنت على الفيسبوك او على تيك توك، فانا هقدر ان انا اديك نسخة لمدة سنة كاملة من كانفا برو، تقدر ان انت تشتغل بيها وتقدر تستخدم المميزات بتاعة كانفا برو كمان وتتعامل. وابدأ اعمل ديزاينات وابدأ اشتغل، مرة في التانية في التالتة هتلاقي نفسك اشتغلت. كانفا برو مهم جدا جدا جدا. لو عندك صورة كمان وعايز تعمل عليها ايديت، يعني الصورة دي انت رافعها من عندك وعايز تعمل عليها ايديت، بص هنا الريسايز ده. لو انا عندي صورة هي بوست وعايز اغيرها الكفر، عايز اغيرها لاي حاجه تانية، بس ده للاسف ده في كانفا برو هو اصلا جنبه علامه، تقدر تختار من هنا وتقدر تتحكم في الديزاين وتقدر تغير التصميم. الموضوع سهل وجميل جدا جدا جدا. لو احتجت اي حاجه او في اي سؤال ما تنساش تكتب لي في الكومنت، ما تنساش تكتب الايميل بتاعك وانا هخلي لك الايميل ده لمده سنه يكون مفعل ككانفا برو. استنوا كل ما هو جديد. ما تنساش تعمل لايك وفولو سبسكرايب. شكرا لك.